السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، صباحكم معطر كده بلبيك اللهم لبيك. ان شاء الله النهاردة بقى هقدم لكم وصفة فتة. والله العظيم انا الفتة دي يعني في عيال كده بياخدوا الطريقة بتاعتها من كتر ما يعني دقوها من ايدي وعجبتهم جدا. وانتوا كمان هتعجبكم، بس تابعوا الفيديو للاخر. متنسوش فضلا الاشتراك في القناة واللايك للفيديو علشان خاطر يوصل لأكبر عدد. وأول حاجة هبتديها معاكم خالص من أول اللحمة. أول التركات بقى في موضوع سلق اللحمة ده، هتجيبي بصلة مبشورة وجزراية مبشورة ونص قرن فلفل أو ربع قرن فلفل لو حامي يعني، وهنضيف عليه رشة كبيرة، معلقة كبيرة من الكزبرة، نص معلقة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة من السكر. الكلام ده كله يا ست الكل امسكيه ادعكيه في بعضيه كده علشان خاطر انا عايزاه ينزل المية بتاعته. حتة اللحمة يا جماعة لما تتسلق صح، اي حاجة هتعمليها بها بعد كده هتطلع صح. وادي بقى اللحمة الكمية اللي تناسبك، ده اهو كيلو من اللحمة. ضفت عليه بقى ايه؟ البصلة والحاجات دي. وهمسك بقى اللحمة ادعكها بالخلطة دي. دعكيها جامد علشان انا عايزة اللحمة يعني طعمه كده يتشرب من التتبيلة دي. احنا مش هنقعده، يعني انا عايز سيبيلي اللحمة في التتبيلة دي يعني 5 دقايق 10 دقايق، مش اقل ولا اكتر من كده. عقبال ما المية بتاعتك تكون بتغلي يعني تسخن، تكوني بقى ايه، اللحمة كده خدت من طعم الحاجات دي. ودي اول تركة يعني ايه، بتودي اللحمة في حتة تانية خالص. هاتي بقى حلتك على النار وفيها معلقة زيت، يا زيت او سمنة، بس انا حطيت زيت عشان خاطر اللحمة فيها دسم يعني دهون وكده، فمش عايزة تبقى فيها يعني نسبة دهون عالية وكده. حطي بقى في الزيت ده لما يسخن كده ورقتين لورا يعني حبيتين حبهان كده تطلع بس ريحتهم كده. انزلي بقى باللحمة بتاعتك. وانا اللحمة يا جماعة مش بديها لون، انا بديها صدمة. نصدمها كده زي ما هي صدمانة بأسعارها وايه، وشوحيها بقى تشويحة. انا عايزة لونها بس يفتح معايا، عايزاها يا جماعة تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها، ومحتة اللحمة تطلع طرية وزي الزبدة كده من جوه. ده سر من اسرار تسوية اللحمة. تمام كده. انا بقى اهي اللون هتحول معايا للون الفاتح. تكوني بقى ايه محضره الميه بتاعتك بتغلي، ان انا كنت حطاها في الكتل. انزلي بقى بيها على الميه على اللحمه. اوعي تحطي يعني بالنسبه للناس المبتدئه اوعي تنزلي بميه ساقعه، لا اللحمه تأستك منك وهتشد ومش هتستوي، هتقعد سنتين على البوتاجاز يا جماعه مش هتستوي. انا بقول كل التركات والتفاصيل عشان المبتدئين والشباب اللي قاعد يعني يطبخ لوحده. هي كده بعد ما تاخد بقى غلوة كده، ونضفي بقى يا ست الكل وش الشوربة بتاعتك من اي بقى ريم من اي حاجة كده علشان خاطر شوربتك تطلع صافية ولها وش وتبقى جميلة. عارفين يا جماعة، هي كده تحس إن يعني من غير ما تقعد يعني ما كملتش 10 دقايق على البوتاجاز اهو، حرفيا بقت شوربة. ليه؟ من الخلطة اللي احنا عملناها في الأول والتركاية. في ناس بتشوح اللحمة الأول من غير أي حاجة من الإضافات اللي أنا ضفتها في الأول، وتروح بقى ضايفة عليها الحاجات دي بعدين. لأ كده أقوى. تعالوا بقى نعمل الرز. وانتباه للرز ده بقى علشان خاطر فيه تركة هتخليه يعني طعمه عالمي، هتديكي اللون الابيض اللي انت بتتمنيه، يعني بتحبي انه يكون اللون ده. وهقولك على الطعم، يدينا طعم كده قوي كده، طعم طبيعي كده زي فلاحي كده زي بتاع زمان. تابعي يعني ركزي عشان هتشوفي. اول تركة معانا، انا نزلت بقى بسمنة وزيت في الحلة. والرز بتاعك بعد ما تغسليه ضيفي عليه معلقتين زيت.
هتقولي لي اضيف على الرز معلقتين زيت ليه؟ هقول لك هيساعدك انه يفلفل منك وما يتكسرش. حتى لو مثلا غبت شويه وما حطيتيش الرز على طول، يعني حصل ظرف او حصل لك حاجه يعني ايه، فما حطيتيهوش على طول، فكده انت غلفتي الرز بماده دهنيه، مش هيتكسر ولا هيجراله اي حاجه، وبيطلع مفلفل وبينجز معاكي بسرعة. وانتي على يعني بتسويه على البوتاجاز. انا هو بشوح الرز شوحيه تشويحة حلوة، وانزلي عليه يعني بالملح، ظبطي الملحك في المرحلة دي، علشان خاطر الملح بيساعد ان الرز يفلفل على طول، وبيبقى ايه يعني طعم كده. انا بقى هضيف ايه، نص شوربه ونص ميه. انا الرز بتاعي على طول يا جماعه احب اضيف له نص شوربه ونص ميه، علشان خاطر يدي الشوربه لو هتغمقه. لا تعالي بقى للتركه، معلقه كبيره لبن بودر. تمام كده، معلقه كبيره لبن بودرة على الرز يا جماعه بعد ما بيتشرب. والله العظيم هتدوقي، هتغمضي عينيكي وانت بتاكلي معلقه الرز دي. خلاص كده ظبطنا الدنيا. انا بقى يعني شايفين بقى الرز اتحول على طول للون ابيض كده، بقى مش هيغمق معاكي، ويطلع تحسي كده انك حاطه له قشطه، عامله رز معمر. فاهمين انتوا الاطعم الجميله والتستات العاليه دي. خلاص بقى سيبي رزك على نار عاليه بس اول 10 دقايق، وبعد كده وطي عليه شمع على عين الصغيره، والافضل تحطي تحتيه شوايه. تعالي بقى نعمل الصلصه بتاع الفته، او دقة الفتة يعني. هتجيبي طاسة او اي حاجة بقى عندك، بتحطي فيها شوية زيت، وتنزلي فيها بمعلقة توم مفروم. انا بصوا بقى، احنا عامة انا وولادي وبيتي يعني بنحب الفتة بالخل والثوم، ما بنحبهاش بصلصة. بس انا برضه عشان خاطر عيونكم عملت لكم ام صلصة معايا برضه. انا اهو بس التومة هتصفر يا جماعة، يعني ما تاخدش لون غامق، لا. هنزل عليها بمعلقة من الكزبرة، وشوحي لي الكلام ده وخلي الروايح تطلع، طفيها بخل بقى. حطي الخل في المرحلة دي وسيبيها تغلي غلوة كده مع الخل، تومتك تبقى تطلع طعمها حلو كده وريحتها ايه تجنن. انا بقى عملت ايه، انا خدت شوية بعد ما طفيتها بالخل وغلت غلوة، خدت شوية منها وشلتها على جنب، عشان خاطر زي ما قلت لكم ما بنحبهاش بصلصه. وضفت بقى الطماطم، العصير الطماطم ده ومتصفي يا جماعه، صفيه عشان ما يبقاش في بذر وممرر. وضفت لها رشة من الكمون، ورشة من الكزبرة، ورشة من الفلفل الأسود، وظبطي الملح بتاعها وسيبيها بقى تتسبك على عين تانية. ودي اهي اللي احنا خدناها لينا، اللي انا يعني بنعزها انا وولادي وكده، اللي هي بالخل والثوم بس. دي يا ست الكل لو انت زيي يعني بتحبيها كده، تعملي ايه بقى، تزودي كبشة شوربة عليها وتسيبيها تغلي كده مع بعض. تعالوا بقى علشان خاطر نعمل العيش بقى اللي بيودي الفتة في حتة تانية خالص. هتجيبي بقى معلقة سمنة بلدي او زبدة، بس لو زبدة حطي بقى معاها ايه شوية زيت عشان ما تتحرقش منك. وهاتي بقى العيش اللي انا لسه موريهولكم دلوقتي ده يا جماعة، عيش العيش البيتي الفلاح يا جماعة اللي بنريحه ده، مش عيش شام. حمريه بقى وشوحيه جامد. لما يحمر تروحي بقى ايه، واخدة بقى فاكرين شوية الخل والثوم اللي انا عملت بيهم ده، انزلي بيها عليه بقى. الله على الروايح اللي تطلع. بعد كده هاتي بقى 3 4 كوبا شوربة كده، او 3 مغارف على حسب كمية العيش اللي حضرتك هتعمليها، وانزلي بيها بقى وسيبي العيش يتشرب على نار هادية. شايفة بقى لقمة العيش بتطلع عاملة زي كأنك عاملة فطير، عاملة عارفين ريحة الخبيث منين والمعجنات والحاجات دي، هو بيبقى ريحته كده، ريحته قلب على كده. وما تكتريش الشوربة علشان خاطر يطلع منك مفلفل. تعالي بقى نشوف هنعمل هتقدمي الفتة ازاي، ده ذوقك بقى انت. بس يعني انا بقولك علشان خاطر لو يعني هيجيلك ضيف ولا حاجه وعايزه تقدميها، انا جايبه هنا طاجن فخار عادي. ممكن انت بقى يكون عندك اي حاجه، بس انا ده يعني ايه، يعني حجمه ضيق شويه فحلو بالنسبه لي. تحطي بقى طبقه رز وطبقه من العيش المفلفل اللي يتاكل لوحده ويجنن ده،
وهنحط طبقة من الرز يعني تاني اهو. حطي بقى طبقة من الرز تاني. انا ما بحبش الفتة بالصلصة ليه يا جماعة؟ لان اصلا انا بحس ان هي كأننا، طب ما احنا الاسبوع كله مثلا او كده بناكل طبيخ بصلصة ورز، طب ما نغير بقى في الفتة ونعملها كده بالخل والثوم. طبعا ده حسب ذوق كل واحد وذوقه واللي بيحبه يعني. اللي بيها بقى وايه كملي. انا بقى حطيت عليه، عملت كده الصلصه تعريجات من الصلصه رايح جاي كده مربعات. شفت ان الرز مفلفل فبينزل تاني يعني ما مش ماسك في نفسه ليه؟ لانه مفلفل. زيني بقى كده، انا حطيت كده، نطورت شويه عيش كده على الاجناب، وهجيب اللحمه بتاعتي بقى وهحطها، وهعمل بالصلصه خطوط كده. شايفين بقى اللحمه انا مرضتش اعمل فيها حاجه ليه؟ لان هي اللحمه يعني عاملين فيها العمايل، مش محتاجه حاجه. حته اللحمه طالعه زبده وطعمه من الخلطه بتاعتها. وبيني وبينكم بقى انا بحبها ازاي؟ افصلها من الطبق ده في حته لقمه كده بيتي، وعليها شويه كزبره كده وشويه فلفل اسمر، وعيشي بقى. كل سنه وانتم طيبين.